والله ده خطه انا بمشي عليها بفضل الله عز وجل بنقفل. مينز، ايوه يا جدع مينز، الله يخرب عقلك يا جدع، والله مينز. وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. الو الو يا ابو حماد، لا ما تقلقش، اعتبره مقفل انجليزي ان شاء الله. 20 من 20 يا باشا، زي الترم الاول بالظبط. تمام انت كده؟ سيبنا انا بقى افهمه يعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابطالنا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والصحه والسلامه. اهلا بيك يا صديقي بعد ما خدت كفين من الفيزياء اسمهم كفين مخبرين. وازيك يا صديقي؟ سيبك من اللي فات، خلينا في اللي جاي عشان اللي جاي يلا بقى يا صديقي نخش على الانجليزي وازاي انا قفلته بفضل الله عز وجل في الترم الاول في اولى والترم الاول في ثانيه، وان شاء الله نقفله في الترم ده. بص يا صديقي، لو قسمنا امتحان الانجليزي سواء في اولى او ثانيه هتلاقيه مكون من قسمين. اول حاجه منهج العام، ثاني حاجه السكيلز. المنهج العام اللي هو الكلمات والجرامر اللي انت طول السنه يا صديقي بتروح مع الطالب العام تحفظ لك الكلمات والجرامر اللي هم عاملين 11 درجه. انا ما اعرفش لازمتهم ايه صديقي، يعني حقيقي مش عارف لازمتهم ايه. انا لغايه دلوقتي كارف لهم وهقول لك تعمل ايه فيهم. تمام؟ نيجي اول حاجه، ثاني حاجه قصدي للسكيلز. السكيلز ده يا صديقي يعني الدايره، يعني القطعه، يعني الباراجراف. وهنتكلم عن الاسلامك برضه ما تقلقش عشان نلم كل جوانب الانجليزي بفضل الله عز وجل. خطه شامله شامله شامله. طبق اللي في الفيديو وروح قفل الانجليزي وتعالى نام يا صديقي. ده عن ثقه يعني. تمام؟ نيجي لاول حاجه الا وهي الكلمات والجرامر. الكلمات والجرامر دول هتسمع لي فيديو عن الجرامر لا يتخطى الساعتين ونص. يا بسمع منين؟ هنزل لك فيديوهات على قناه الواتساب، هتلاقي اللينك بتاعها في وصف الفيديو ده. تخش عليها القناه الاولى والثانيه ثانوي ازهر. تمام؟ هتلاقي لك فيديو كده ان شاء الله يلم منهج الجرامر بالكامل في ساعتين ساعتين ونص كده. تلم الدنيا، خلص الدنيا. عايزك بس مش عايز تاخد التريكات والحوارات، عايزك تفهم المنهج كرئيسي متكون عليه. لان امتحان ازهر والله اسئلته سهله سهله سهله، هو مش هيعقد لك الدنيا يا صديقي. تمام؟ خصوصا في الكلمات والجرامر يعني. الكلمات بقى تعمل فيها ايه؟ الكلمات دي انت هتجيب لي اي بي دي اف. هنزل لك انا بي دي اف يا صديقي من عندي، بس هيكون على الجروب مش هيكون على القناه. تمام؟ هنزل لك بي دي اف تقرا الكلمات بس مره او اتنين، مره او اتنين تعرف لي معناها. بس لا تحفظ ولا تعمل اي حاجه، لان كده انت هيجيلك اختيار. فانت عارف معنى الكلمه خلاص. والله ده خطه انا بمشي عليها بفضل الله عز وجل بنقفل، عشان بس ما تلاقيش ناس ماسكه الكلمات وعمال كل كلمه 10 مرات. هم مرتين وانا عن نفسي هقرا مره. وهنزل لك النتيجه برضه على القناه عشان اثبت لك ان انا مش بحاور عليك. تمام يا صديقي؟ ده رقم واحد في الكلمات والجرامر. رقم اتنين نيجي للسكيلز. السكيلز دي هنقسمها لحاجتين. في طالب متاسس في السكيلز، وطالب لسه يعني ما يعرفش يعني سكيلز، هو لسه نايم في البلاله ولسه بنقول احنا داخلين على ثالثه ثانوي. بنقول له تابع القناه عشان اللي هينزل هيكون مهم. وممكن اعمل لك دوره عن السكيلز يا صديقي تقفل بقى الدنيا كده قبل ما اخش ثالثه، وبرضه مش عايز تتابع القناه. ولكن ماشي، اعتبرها يا راجل يعني كده فاهم. تابع القناه يا صديقي وتعالى اقول لك تعمل في السكيلز. انا كواحد بفضل الله عز وجل واعوذ بالله من كلمه انا متاسس صح في السكيلز، فبعمل ايه؟ ما بذاكرهاش. انا عايز انجح بس ازاي؟ بطل تنطيط يا اخي، انتبه لدروسك. فكرك ما حاولتش كتير وشرفك لكن ما قدرتش. كل ما انا اذاكر افتح صفحه في الكتاب الاقي حلقه اجنبيه في التلفزيون، اقلب الصفحه يطلع لي ماتش كوره في القناه الثانيه، اقفل عليا باب اوضتي واقول اللهم اغفرك يا شيطان، يطلع لي المرحوم عبد الحليم حافظ هناك كده في وشي ويسودها في حياتي ويقول لي طريقك مسدود مسدود مسدود. هو بخش الدايلوج عارفين له تحبيشه كده برشامه ونخش نقفل الدايلوج. القطعه من القطعه، الباراجراف بخش بقى يهبد له اي حاجه. هو مدرس الانجليزي اكيد يعني قدامه 200 ورقه، هل هيقرا الباراجراف بتاع ال 200 طالب؟ يا ابني ارحمني يا ابني. هو اتلاقى الباراجراف بتاعك في اوله وفي اخره حلو تمام، درجه نهائيه يا صديقي. بس فهقول لك برضه تعمل ايه في الباراجراف. بص يا صديقي، الباراجراف ده هنزل لك فيديو بفضل الله عز وجل على القناه، خش اسمعه وتعرف ازاي تكتب باراجراف وتطبق. يعني ما ينفعش تسمع الفيديو وتروح تطبق في الامتحان، لا طبق، هات باراجراف واكتبه، هات اثنين واكتبه، هات ثلاثه واكتبهم. اهم حاجه تطبق لي قبل ما اخش اللجنه. تمام يا صديقي؟ وعايز برضه انبه على حاجه، في ناس يا جماعه ليله الامتحان دي بتلاقيه نام من الساعه 9 الساعه 10. بابا ما بننامش، انا بقالي يومين بنام وقت ايه؟ الناس كلها الطبيعي يومين ايه من اول الامتحانات الناس كلها الطبيعي اللي هو بيعمل ايه؟ لما بيجي الليل بينام، انا لما بيجي عينيا تقفل بنام. هل دي كانت حياتك؟ خلاص يا صديقي، ده كل الحوار. تمام؟ نيجي الدايلوج، قلت لك برضه هتعمل فيه ايه؟ هقول لك هنزل لك فيديو بفضل الله عز وجل، كل الدايلوج فيديوهات على القناه عشان مش هعرف اتكلم هنا، هيكون الوقت طويل جدا. تمام؟ ده بالنسبه للسكيلز. بالنسبه للاسلامك بفضل الله عز وجل هينزل محاضره لمستر محمد الجلاد، اتمنى ان صديقي يسمعها كلها من اول لاخر. وبفضل ربنا ثم بفضل مستر محمد، والله يعني مش طالع اطبل ولا اي حاجه، ولكن بفضل ربنا ثم بفضل مستر محمد بفضل الله عز وجل قفلت الانجليزي في الترم الاول، وكان اول ترم ناخد فيه انجليزي. والاسلامك يعني شغل عالي بفضل الله عز وجل. ولكن يا صديقي انتظر في كل الفيديوهات على قناه الواتساب، واتمنى صديقي تعمل اشتراك في القناه عشان تعبانين. بس يا صديقي اشترك الفيديو لكل اصحابك، عسى ان حد يكون لسه ما نامش انجليزي، عسى برضو ان حد يكون تايه ومش عارف يعمل ايه، ربنا يكرمه بسببك انت. بس يا صديقي سلام.